مع أبونا شمعون لدراسة القواعد الأشورية المعاصرة. تعرف أبونا في مشكلة هاي الأشورية أو السريانية ومثل هيك، يعني نفتح الباب، ما في مانع إذا ما عندك مانع، لأنه في كثير ناس بيقولوا لك لا ما هي مو أشورية ده سريانية. وسألت لأستاذنا لوكسمبرغ، قلت له شو أكتب على المغلف تاعي، هي مع التركيز على اللغة السريانية والعبرية ولا الأشورية؟ قال لي المشكلة إنه في الحديث النبوي، الحديث النبوي بيقول لزيد بن ثابت النبي محمد هل تعرف السريانية؟ قال له تعلمها. أمر زيد فتعلمها في 15 يوم. يعني هو كان يعرف سرياني، بس هو يعني كان محتاج يقرأ ويكتب، فاهم علي؟ يقرأ. فكلمة أشورية مش مذكورة في الحديث، مذكورة. نعم. لا أنا مو عن القرآن أحكي، بس أنا أحكي عن عامة، يعني تاريخيا. احكي بتاع القرآن خليها سريانية، هاي القرآن ما مشكلة، خليها سريانية هذه. خليها سريانية مشان يتناسب مع الحديث. نعم ما يخالف، مو مشكلة. وحتى بعدين ما يقولوش شو جاب السريان، بيقول النبي تاعكم بيقول هيك. نعم فاهم علي؟ يعني نرفع العتب. هاي لا أنا قايل إنه هم العرب اللي دخلوها سريانية هذه. ما يخالف. طيب وأنت شو تقول؟ هاي تسميها لغة سريانية ولا عاشورية؟ وضح لنا. لا أنا أقول نحن طبعا الآرامية الآشورية هي يعني قديما هي آرامية آشورية. أيوه. آرامية وآشور، آرامية آشورية. أوكي. وليش ترفض كلمة سرياني؟ لأنه ما ذكرت في التاريخ، يعني ما في شعب سرياني، ما في لا بالكتاب المقدس ولا بالألواح يعني ذكر سرياني. فلذلك يعني أما كان فيه شعب آرامي، شعب آشوري، شعب بابلي، شعب سومري، شعب أكدي. من وين أجت كلمة سرياني؟ وضح لهم علشان يفهم. أنا كريم قلت لك مرة، حسب النظرية اللي أنا أعتقد بها. تعرف أبونا طبعا الناس تعرف أبونا التكرار يعلم الحمار. نعم العفو. يفيد الإعادة إفادة. نعم. هي سرياني جاية من سيروس، يوناني سيروس، وسيروس هي بالأصل السيروس، يونانية أيضا. والأسيروس كان الاسم اللي كان يطلقوه اليونان على الآشوريين. أيوة. السيروس، وكان بلدهم بلد الآشوريين يسموه السيريا. والشعب السيروس، فمن هناك جتي سيروس، سريان، سوريا، كلها من هون جتي. لأنه اليونان ما عندهم الشين، لأنه اليونان ما عندهم شين، لا. أيوة لهيك جت سريان. كان الملك آشور يسموه السور، يعني موجودة بالهذه السور، ASSUR السور. أيوة. السور. أيوة. هذه هيك لهذا يعني بكل بساطة، ولو أنه قسم من الأكاديمية لا مو بهالبساطة ومو هاي تجيبونا كيف جدي، هذه ما في. يعني أنت تقول السرياني هي كلمة يونانية. نعم. وأشورية هي كلمة أشورية. أرامية وأشورية. أيوة. وخلص يعني هي نفس الشيء، فقط أيوة. بالسين يعني والشين. بالآرامي والعبري والآشوري والأكدي كلها آشورية. يعني هي فقط يونان كان يقولوا السيروس السور. يعني هي الفرق بين السين والشين. أيوة بالضبط. والشين والسين نابعة لأنه اليوناني اللي حكموا المنطقة ما كانوش يلفظوا الشين. أيوة. فسموها سريان السيري. وجدتي منها حتى السيريانس وجدتي طبعا ويظهر منها. اليوناني كان له تأثير في المنطقة يظهر عليه. طبعا لأنه بعد الإمبراطورية الأشورية ما سقطت والإمبراطورية الفارسية جدي، في الطرف الثاني كان في إمبراطورية اليونانية. أيوة. الإمبراطوريتين كان الأشورية من طرف، والجدي بعدها الفارسية، واليونانية من طرف اللي جتي بعدها الرومانية. أيوة. هذا هو السيناريو في المنطقة. هذول الأشوريين يظهر كانوا يعرفوا يوناني.
بس ايوه قسم منهم، لانه عاشوا بعدين تحت شو اسمه الحكم اليوناني في منطقه، يعني في فتره كانت الحدود تعبر من يم نصيبين بين الفرس واليونان والرومان. ايوه 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 ايه، ايوه فكثير مرات كان نصيبين تقع تحت الحكم الروماني، مرات الحكم الفارسي، كان دائما حرب، ايوه يعني كر وفر في المنطقه هذه. ايه. ايوه وايوه. ويعني فقط مشان نوضح للناس نعم. انه لهيك السريان هم اللي ترجموا الكتب اليونانيه للعربي، نعم. فدليل انهم كانوا يعرفوا لأن كانوا تحت اليوناني. الحكم اليوناني هم. بس الحكم اليوناني يعني والتأثير اليوناني واضح أيضا بعدين في كنيستهم أيضا لما صاروا مسيحيين. الآشوريين الغربيين واللي هم السريان اليوم، كنيسة السريانية، واضح أيضا تأثير اللاهوت والطقس اليوناني في طقوسهم، في كنائسهم حتى وحتى إلى اليوم. وضعوا حركات يونانية بالضبط. على الأحرف الأحرف السريانية الأحرف تاعهم. الغربية. أيوة أيوة. الغربية يعني بالضبط. هاي، يعني احنا مش احنا، لأنه واحد بيقول لك بكذب وما بكذب، ايه هاي لا، ما في اشوري، ما هي اشوريه هاي. مو اوكي مشكلة، اوكي هي اوكي. هي فقط مشكلة السين والشين بس. الشين، ايوه 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 ما بالضبط. توجعوا لنا راسنا، ما توجعوا ايوه لنا راسنا. الشين والسين. اليونان ما عندهم شين وسيطروا على المنطقة فسموهم السيريان السين ايوه وخلص وريحونا ايوه وريحونا. ايوه ايوه. والرومان أخذوا نفس الكلمة من نفس اليونان الكلمه، للرومان، السيريا، السيريا، ومنها السيري، نزل. السيروس. ايه. ولهيك سوريا نفس ايوه الشيء. سيريا صارت منها جد. هي سوريا هي من عاشور. نعم، أنا مصر قلت لك مرة كان في خارطة، ما أعرف إذا باقي إلى هسه، نسوي شوية ترميمات على حائط فورم رومانوم بروما. ايوه في خارطة من مرمر هيك مخروطة بالمرمر، ايوه للإمبراطورية الرومانية في ايوه في حقبات. ففي حقبة معينة لما سيطرت الإمبراطورية أيضا على منطقة سوريا والأردن والهذه وتركيا حاليا، فكان مناطق سامرة، حتى مسمين منطقة سوريا وكل هالمنطقة بعدها السيريا، كان مكتوبة السيريا. السيري. السيريا. لانه حتى الرومان يعني ما عندهم الشين. الرومان ما كان عندهم شيء، لا. هم اخذوها يعني هم ورثوها من اليونانيين. نعم. الاسم. الاسم طبعا طبعا، كثير من الاسماء القديمه ورثوها من اليونانيين، وبعدين كل اللغات الاوروبيه الغربيه اخذت منهم، فقط انه لائمتها مع لفظها. مثلا الانجليزي يقول السيريانس، والاخر الايطالي يقول السيري، والفرنسي السيريان، والما اعرف ايش يقول، وهذول السويدين يقولون السيري، ما اعرف ايش يقولون، السيريوس. لانه هي لغات كل واحد عملها بش هو يسمى. ما دام اللغات الغربيه جت السيريوس. اخذت الاحرف الرومانيه اللاتينيه، صح صح. ورثوا اللفظ. نعم. ورثوا اللفظ، يعني مو مش اللفظ ولا مو مع لفظتهم مع. ايوه هي فقط يعني مو قصه كذب او ما كذب، هي فقط نعم. قصه سين وشين. شين بالضبط، هي سين هذه وشين. لا الاصل، توجعوا هو لنا هذا. راسنا، ما توجعوا لنا راسنا، ما نعم نعم. تتهموا فلان بكذب او ما كذب. في ايه. العهد القديم مش مكتوب سوريا، لا. كله مكتوب اشور. اشوريين واشور. فهمنا، هذا واضح. وارام مكتوبه اراميين ايضا. ايوه وعفارم عليكم. فيعني انا ما احبش يعني اعلق على الناس. كنت اسال لابونا مشان يعني تبرئه ذمه، احنا مو لا نعم بنكذب ولا نعم. عبالنا شو لنا مصلحه نكذب. لا لا. ايش مصلحه؟ وانا طبعا ما اتعصب لاي شيء، ولكن اريد ان يكون تاريخ لا يكون يعني تحريف، هذا لا، يعني صار تحوير، فحتى نعرف شو الاصل يعني. ايه، ما هو الاصل بسبب اللغات. فقط اللغات، هو يعني مو اختراع السريان ولا غيره. عندما اقول ارامين معروف، هاي تاريخيا كله معروف. اما نقول سريان تاريخيا ما معروف. زين وين اصل؟ هو من اشور، جاي من اشوري. ايوه ايوه. كلمه سوريا هي من هيك. ايوه ايوه. سوريا ما بقول شوريا، نعم. بتقول سوريا. سوريا. سوريا.
هي نفس الشيء نفس الشيء. فأرجوكم عايز أسمع ملاحظات يعني مسبات وشتائم واتهامات في الفيلم. يعني عيب. بعدين أبونا شمعون يكسر خيره، هو ضيفي، يعني يصير تيجي ما حد يجي يجبرك تسمع أشرطتي. فلما تدخل بأشرطتي كأنك تدخل ببيتي، مو بيعجبك اقفل وريحنا. ما تقعد تشتم ضيفي، ما يصير، يعني عيب. يعني واحد يجي ببيتي يشتم ضيفي، والله برمي من الشباك. والله برمي من الشباك. يعني أبونا شمعون على الراس والعين، فاهم علي؟ وحتى أبونا شمعون شوف اسمه هو شمعون، لكن احنا بالعربي يقول سيمون، سمعان بالسين والشين، سمعان، وباليوناني سيمون. وهذا ايوه. يعني هي فقط هيك، شفت حتى مع اسمه نفس المشكله، الشين والسين فقط. ولا توجعوا لنا راسنا واحنا مو عايزين وخلص. ثاني مره اي واحد بكتب ملاحظه قله ادب نحو ابونا شمعون انا بعرفه. تنبيه عام، تنبيه عام. ما ارفض تماما واحد يشتم ضيفي، وخاصة أبونا شمعون اللي بيعطينا من وقته عشان يعلمنا اللغة الأشورية، يعني فوق حقه دقه، وبيعطينا من وقته مجانا ولخدمتنا، وعرف باللغة الحلوة لغة أجدادنا. فمو محتاجين مسبات. يعني تنبيه، ما عادش امزح. اي واحد يشوفه انه يشتم، هيا وضحنا حق احجبه. يا ابونا شمعون اعذرنا وشكرا انك لا مو مشكله. لا انا ما يهمني لا يحز كل مسبات وما باش مكان. انا هذا موقفي كذا كم مره وضحته. يعني هيك انا هيك انظر للمساله. هو يحز بقلبي يا ابونا. يعني انت ضيفي تقول ليش سامي يسمح المسبات على قناته ضدي؟ فهذا عيب. وانا ما شايفها هذه، ما انا شايفها. وحتى اوقات كانوا يسبوا استاذنا لوكسمبرغ. هلا صار يحبوه اكثر الحمد لله. بس اوقات كانوا يسبوه، ما زالوا يسبوه. بس انا اول مره اشوف الشتيمه نبهتهم في شريط اخر حتى مع لوكسمبرغ، قلت لهم اللي يسب استاذنا لوكسمبرغ اشطب. حقك. ما حد مجبور يستمع لقناتي، ما حد مجبور، وانا في بيتي وانتم ببيتكم. كلام بذيء وكلام اتهامات وتكذيب انا ما بحاجه ليها. يعني هي خدمه كتر خير. ابونا فرجينا شو بجعبتك. يلا اوكي خلي نبدا. يا الله خلي اشارك قبل أشارك هذه وبعدين هو عمل أشيل هذا وشو هون نعمل، وبعدين نكبره ونكبر هذه هون. خلي نشوف، خلي نكبر هاي، خلي نكبر اوكي زين. شوي الاخ اوكي حلو جدا. ونشيل هذه، نشيلها. ايوه هيك اظن مليح هي. تمام حلو جدا. اوكي جداً. خلينا نعمل البريون هذه دائما انساها. هاي هلا تمام. اوكي هلا صار. فنحن في الحلقة الماضية كنا نحكي هون، كنا عن الماضي البسيط. تمام الماضي البسيط. خلي ارجع له هيك بسرعة. الماضي البسيط يعني تصريف الفعل في الماضي البسيط، دعوة بشيطة simple past. وشفنا هذه كلها، شفناها كيف انه من مختلف انواع الفعل، كيف نحن سواء الثلاثي او الرباعي، كيف نحن نصرف هذا الفعل في الزمن الماضي البسيط. وكان وصلنا الى هون. شوف أخذنا قلنا أنه الزمن هذا عنده شكل آخر عندما يكون الفعل متعدي وأن المفعول به يكون في ضمير متصل. تمام. وشفنا هذه كيف نعمل وكيف نصنعه هذا.
فقلنا بدل كلمة كي إذا نأخذ الماضي الحاضر البسيط من الحاضر البسيط، كي شقلت لي يعني تأخذني، فبدل كي نخلي القم. هاي قلناها، لهذا ما أريد أروح أشرحها كثير. بعدين أنا هون عملت هاللوح في الشكلين، الشكل الأول والثاني لهذا الماضي البسيط. تمام. فكان هاي أخذنا حالات اللي فيها يكون الفاعل، لأنه هون الفاعل والمفعول به عندهم تأثير في حالة الشكل الثاني هذا. تمام. فلذلك عملت أنا هيك حتى ساعد الواحد يفهمها، يشوفها كيف الفرق هو وشو الفرق بيناتهم، اختلاف شو الموجود وكيف هو يقدر أنه يفرق بيناتهم. فأخذنا هاي كان في حالة كون الفاعل الشخص المتكلم المفرد المذكر، شفنا كيف راح يكون شكل الماضي هذا سواء الأول أو الثاني. تمام. ورحنا فكان وصلنا هون، وصلنا إلى هذه إلى هون في حالة كون الفاعل هو الشخص الغائب المفرد المؤنث. أيوه. غائب المفرد المؤنث. فقلنا أنه شوقلة، كان أخذنا طبعا هذا المثال شاوق يعني يترك كفعل. شوقلة اللي هي يعني هي تركت لي أو تركتني. هذا الشكل الأول يكون شوقلة اللي. الشكل الثاني قم شوقالي. أيوة. هاي اللي تصير لي. أيوة. والقم هاي خليها قبلها، ونحط الفعل في حالة الغير المحدد، يعني الحاضر اسم الفعل. طبعا اسم الفعل في حالة اسم الفعل هذا هون مؤنث، هو شوقة، شاوق للشاوق، ذوق مشاوق لي، هون شاوق هون للمذكر، هون شوقة اسم الفعل هو، لأنه أنا بالبداية قلت أنه يصاغ من اسم الفعل في هالطريقة وهالطريقة. فهذا اسم الفعل للمؤنث، لأنه الفاعل المؤنث اللي يتكلم اللي يقول هو اللي يعمل الفعل هو المؤنث، هي مرأة. تمام. الشخص المفرد المؤنث هذا. فقم شوقالي هي تركتني. تركتني. هنا أيضا تركت لي، تركت علي، ترك اللي شوقلا اللي تركت لي. هنا قم شوقالي نفس تركتني، أنا تركتني. أوكي. هاي يعني الشكلين المختلفين بنفس المعنى، نفس الفعل، نفس الزمن. أوكي. شوقلا اللخ إذا الشخص الثاني هو المؤنث، الفاعل المفعول به هو الشخص الثاني يعني المخاطب. أبونا السؤال، اللام نكرر هنا لأن هاي غريبة. اللام هاي هي مش لام التعدي للجر. لا، مو حرف الجر هذا، مو. أيوة. لا، هذه لام دائما تدخل بين الفعل نفسه والمفعول به. أيوة. وضح يعني هو مش فقط، يعني هو مش فعل يتعدى بحرف جر. لا. أيوة. بين الفعل والشخص والضمير، يعني الضمير الشخصي. وقلنا إنه أوقات هذه الظاهرة تجدها في القرآن. نعم، في بعض الحالات. في بعض الحالات نجدها في القرآن اللام هاي. مو كثيرة، بس هذا من تأثير اللغة السريانية. نعم. ايه. ففي هالحالة يكون هيك، يعني هذه طبعا إذا أنا أشرحها هسه عملها راح ينسوها، لهذا مكتوب تكون الواحد يقدر يرجع على كل ما يحتاج، كل ما هذه، فحتى يقدر يتعلمها ويحفظها. وإلا هيك أنا متأكد أنه ما حد يحفظها هسه، أنا لو أقولها بعد شوية ينسوها. اكتب لنا أبونا معنى الفعل. شو يعني ترك؟ يلا بعينك. أيوة. اكتبوا فوق. هون تركت لي، هون تركتني. أيوة. فتركت لك، تركتك.
شوف يعني أبونا فقط، شوف الملاحظة في حالة كون الفاعل والشخص الغائب المفرد مؤنث، مثال فعل فلاني شاوق. اوكي. فقط هيك فقط. ايوه. مثال فعل شاوق ترك، مشان خلص. ايوه. خلص. هو كلهم هيك يعني. انا من البدايه مسوي هذه بس لازم اكررها. ايوه شو تركت تركت. في البدايه مسوي الملاحظه. على كل حال مو مشكله، راح اكررها في كل حاله هذه. انت تشوف، انت أيوة. تشوف اللي يناسبها. ايوه. فالغائب المفرد اذا كان هو الفاعل والاشخاص الاخرى كل المفعول. شوف انا حطيت كل الاشخاص الاخرى كمفعولين حتى يعني اعطي مثال كيف راح يكون شكل هذه. ايوه. شوقلا اللي تركت الي، شوقلا اللخ تركتك انت، اللخ شوف اللي اللخ اللخ اللي الا الا اللوخن اللي يعني إلا لي يعني الي الك الكي الها اله الو الها النا الكم والهم. ايوه. 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 بالضبط تشبه يعني الهم اللي اللغه اللغله. وهنا لي لك لك له لها لنا لكم لهم. ايوه. 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 فهذه ايوه. هذا الضمير. ليش ايوه. اللام جت لي؟ لأنه الضمير ما ممكن يعني يجي مع الفعل إلا أن يكون يكون ملتصق بلام. بدون لام ما يمشي. ايوه. مثل بعض المواد الكيميائية اللي ما تبي إلا يكون مواد ايوه. ايوه. نافعة أخرى ايوه. ايوه. مساعدة لا حتى تقدر. أيوة هيك هيك الطريقة. ولو غريبة هي بالنسبة للعربي، ولكن هي هاي من إحدى خصائص اللغة الآشورية الحديثة حتى القديمة يعني فيها طبعا بشكل شوية مختلف ولكن نفس القاعدة. أوكي. أيوة. فهي. وأما إذا كان الفاعل هو الشخص المتكلم الجمع، ففي الجمع نحن ما نعمل فرق بين المذكر والمؤنث، لذلك المذكر والمؤنث فيقول شقلا نحن تركنا لك تركنا لك تركنا لك نحن تركناك. ايوه. شقلا إلخ تركناكي تركنا لك. هنا قمشوقخ لخ تركناكي مؤنث انتي. شقلا إله تركنا له قمشوقخ له تركناه. اوكي. شقلا إلا تركنا لها قمشوقخ لا تركناها هي. ايوه. شقلا شوف كل شقلا نحن هنا هي هي هذاك هو. تمام. كله شوف لي هذا مشابه هون الفعل لأنه نفس الشخص ده يتكلم. فشقلا إلا تركناها لها شقلا اللوخن تركنا لكم قمشوقخ لوخن تركناكم. ايوه. شقلا اللي تركنا لهم قمشوقخ لي تركناهم. ايوه. تركناهم. ايوه. وفي حال كون الفاعل هو الشخص المخاطب الجمع سواء مذكر مؤنث نفس الشيء يعني شوقلوخن انتم شوقلوخن اللي انتم يعني تركتم لي قمشوقيت لي تركتموني. ايوه. شوقلوخن اللي تركتم له قمشوقيت له تركتموه. شوقلوخن إلا تركتم لها قمشوقيت لا تركتموها. فيمكن حلو يكون أنه أكتب تحت كل واحد هيك اللي يقوله بالعربي. طبعا راح يطول المسألة لكن يمكن راح أعملها في مرة تكون تشوف اللي ترى لأن هاي راح تكون مساعدة كبيرة للقارئ. طبعا هي بالنسبة للكاتب هي شوية صعوبة يعني ثقل أكثر. ولكن شوقلوخن إلا تركتم لنا أنتم تركتم لنا
قم شوقيتنا أنتم تركتمونا نالا. أوكي شوقلوخن اللي تركتم لهم قم شوقيت لي تركتموهم. تمام. نعم. أيوة. أنا أظن لو واحد بالعربي كثير مليح هو ويريد أنه أكثر راح يتعلم أكثر بالعربية أيضا من هذه اللي كذا أقولها يعني. هذا تمرين أيضا له. أنا أتذكر مرة كان انطانا المعلم تمرين هيك يعني اكتبوا في هاي فعل هيك مع فاعل ويكون فاعل هيك ومفعول به في جميع أنواعها. فكتبنا أتذكر يعني شيء طويل كان كواجب بيتي كان. أيوة. ففي حالة كون الفاعل هو الشخص الغائب يعني الثالث الجمع طبعا وما في فرق بين مذكر ومؤنث بالجمع. شوقل هم تركوا شوقل تركوا شو تركوا اللي تركوا لي. قم شوقي لي تركوني. أيوة. شوقل إلخ تركوا لك. قم شوقي لخ تركوك أنت. شوقل إلخ تركوا لها. قم شوقل إلخ تركوا لك. قم شوقي لخ تركوك. أيوة. وشوقل إلا تركوا له. قم شوقي له تركوه. هم تركوه. شوقل إلا تركوا لها. قم شوقي له تركوها. شوقل إلا تركوا لنا. قم شوقيلا تركونا. شوقل اللوخن تركوا لكم. قم شوقي لوخن تركوكم. شوقل اللي تركوهم. هم تركوا الآخرين تركوهم. قم شوقي لي تركوهم. شوقل اللي تركوا لهم. قم شوقي لي تركوهم. أوكي. هذه كل الأنواع يعني كل الحالات اللي ممكن تجي أنا ردت أكتبها هيك حتى لا يغض واحد يكون عنده شك يرجع إلى الجدول. لا هذه هيك. أوكي. هي هاي كمساعدة. العفو. نجي خلصنا من هالماضي البسيط. نجي على الماضي غير المحدد. دعور لم تخمة. لم تخمة يعني غير محدد. غير محدد. indefinite past ترجمته. يرمز إلى حدث وقع في وقت بعيد قبل الآن ويصاغ من جذر الفعل بالشكل الآتي. مو من اسم الفعل ولكن جذر الفعل كالآتي مباشرة. من الجذر الثلاثي سواء السالم أو المعتل بكل أنواعه يكون بتسكين الحرف الأول ووضع كلمة و مضافا إليها الضمير الشخصي المتصل بحرف لام. شوف الضمير الشخصي المتصل دائما يتصل باللام. أيوة في جميع أنواع هذه. نسكن الأولى. مثال من جذر هذا كاتو يكتب. هون يكتب يصير كتواله. شوف كتو تسكين يكون تسكين الحرف الأول كاف سكناها والثاني بقى هو كما هو والثالث كما هو وأضفنا وزائدا الضمير هذا ملتصق باللام. وثواله كتب هو. ثواله شو هاي ثوالي عفوا ليش هيك ثوالي أنا كتبت. خلي رتبها هذه ما يصير لازم أعملها. لازم أعمل كوالي. فلازم أروح أعمل هيك بس طولوا بالكم علي شوية. خلي هذه أعملها. يعني مشكلة نتكلم نحن بدنا نكتب بلغات مختلفة وأيضا كتابات مختلفة مو فقط لغة حتى كذا كتبوا لي. تمام. توالي أنا توالخ أنت توالي هو. أنا مو شو أعمل
عفوا بس تعذرني. لا أنا هوني ماذا أعمل أعطيت مثال واحد على كل فعل. العفو. هذه أوكي بسيطة الأشياء تصير لأنه مثلا نتعامل مع قضايا. إذا اكتبوا عليه خلوا عليه. صحيح كان عملت أنا. شوف اكتبوا عليه كتب تسكين الحرف الأول هو كاتب لأنه الجذر، وإضافة الواو مع الضمير الشخصي ملتصق باللام. كتوالي كتب هو، خلوالي أكل هو. فأنا هون معطي أفعال مختلفة بس لنفس الشخص فقط كمثال. هذه كتوالي خلوالي أكل، قموالي قام، شتيوالي شوف شرب، من شاته شتيوالي، من قائم قموالي، من آخر خلوالي، من كاتو كتوالي، من يائر يروالي، من يابي بيوالي، من خاي خيوالي. ومعناه كتب أكل قام شرب جرأ خبز وعاش. إذا بعدين تعرف تكتب لنا العربي بالعربي بعدين تحتية. نعم. راحتك. أما من الجذر الرباعي سواء السالم والمعتل، مليح أنه هالماضي هذا ما في فرق بين السالم والمعتل بكل أنواعه، هي تقريبا نفس هذه معروفة. مشان تعرف تجد نفسك حط نجمة مطرح ما لازم تزيد مشان تسهل عليك للرجوع. نجمة يعني هون مش هون يعني انت لما في اخر السطر اكتب نجمة مشان تعرف انه هناك في عندك مشاكل. ملاحظة لك فقط. ايوه لا مو مشكلة. خلي انا لانه اذا في اخر نجمة في اخر السطر اكتب نجمة بس. في اخر السطر خلي هون نجمات مثل ما تريد. هاي اشارة شو ما كانت. يلا مهما. ايوه حتى اتذكر. أما من الجذر الرباعي سواء سالم معتل يكون تغيير حركة الحرف الأول إلى الرواسة يعني إلى الضمة هون كان بتسكينها في الثلاثي. في الرباعي نعمل ضمة، نغير السقافة مالت الفتحة إلى ضمة، ووضع كلمة دواء بعده مضافا إليه ضمير شخصي كالماضي نفس الشيء. يعني هذا الوالي هالوالي هو وا زائدا ضمير مع اللام. فهمزم يصير يتكلم همزم والي. شوف هذه الفتحة تصير ضمة وتصير تصير همزم والي. وأخر والي من أخر والي تأخر يعني. هي من والي يعني آمن، من هيمن هي من والي. مزيد والي من أضاف يضيف، مزيد والي أضاف. خردي والي يعني لفة، من خردي يلف خردي والي. من أردي والي، من آخر أخر والي. هذه وهون في اللوحة عندنا هون راح تكون أكثر واضحة المسألة. في اللوحة عندنا نورد مثالا لكل من الفعل الثلاثي السالم والثلاثي المعتل والرباعي السالم والرباعي المعتل كيف يكون فيها هذا الزمن الفعل الغير المحدد. فأخذنا بالنسبة للثلاثي السالم أخذنا الفعل كاتب يكتب. أيوة حلو جدا هيك. يكتب من إلى العربي سهل حالا يصير أوكي. يكتب كاتب. وللثلاثي المعتل أخذنا هاوي يصير هاوي. ومن رباعي السالم أخذنا همزم يتكلم. وللرباعي المعتل أخذنا أردي يتخثر أو يتجلط. فكاتب يصير كتوالي، كوالي أنا. طبعا هذا سنجي كل الأشخاص.
وأنا أعطيت أنا فقط الشخص الثالث يعني مثال له، ولكن هون جميع الأشخاص. كيف يكون بالفعل تصريف هذا الفعل في هذا الزمن. كتوالي أنا كتبت، توالي هي بنت أيضا أنا كتبت، كتوالخ أنت كتبت، كتوالخ أنت كتبتي، كتوالي هو كتب، كتواله هي كتبت، كتوالا نحن كتبنا، كتوالوخ كتبتم أنتم، كتوال كتبوهم، أو كتوالي، كتوال، وعندنا نسخة أخرى كتوالين، لون من بدل لون لي، ولكن نستعمل أكثر هاي الأولى. هاي حتى راح أمسحها أنا، ما في لزوم حتى لا يكون تخربط الناس. هو كمان هاوي يصير هو والي، هو والي، هاوي هو، لأنه شو نشيل الفتحة الطويلة هذه، نسكن هذا وبعدين نضيفها الوالي، فيصير هو، هاوي يصير هو لأنه نسكنها الأولى، ناخذ الحركة منها. هو ولي، هو ولي أنا كنت، هو والي الشخص الأول، هو والي أيضا الشخص الأول مؤنث نفس الشيء، هو والوخ أنت صرت أنا، وصرت أنا، صرت أنت، ووالخ صرت أنت، وواله صار هو، وواله صارت هي، ووالا صرنا نحن، ووالوخن صاروا هم، ووال صاروا، ووالوخن صرتم أنتم، ووال صاروا هم، أو ووالي صاروا هم. أوكي، نجي على الرباعي السالم. همزم يتكلم، همزم عليه. هنا بالرباعي شو نعمل؟ ما نسكن الأول، إنما نحول حركته إلى ضمة من آ إلى أو. هم همزم والي، هذه نفس الشيء، إضافة نفس الشيء بالنسبة للجميع. همزم والي، همزم والي أنا بنت، همزم والوخ أنت ولد، همزم والخ أنت بنت، همزم واله هو مذكر، همزم واله هي مؤنثة، همزم ولن نحن مذكرين ومؤنثين، همزم والوخن أنتم مذكرين ومؤنثين، همزم أنتم همزم والوخن، همزم والون هم مذكر ومؤنث، أو همزم والي مذكر ومؤنث. أردي والي، أخذنا الرباعي المعتل، أخذنا مثال أردي الذي هو معتل في البداية وفي الآخر، يعني معتل الأول والآخر، فينطبق عليه كل المعتل، ويعني يتخثر يتجلد. أردي والي نفس القاعدة، الفتحة تصير ضمة، بدل أردي والي، أردي والي، أردي والي أيضا البنت نفس الشيء، أردي والوخ أنت، أردي والخ أنتي، أردي والخ، أردي واليه هو تخثر، أردي واله هي، أردي والن نحن تخثرنا، أردي والوخن أنتم، أردي والن هم، أردي والي هم. أوكي ممتاز. لهذا الماضي أيضا شكل ثاني يستخدم مع الفعل بالضبط نفس القاعدة، يستخدم الفعل متعدي في حال يكون المفعول به ضميرا متصلا وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا، ويصاغ مثل الشكل الثاني للماضي البسيط اللي شفناه، مع وضع كلمة وقبل الضمير الشخصي المتصل بحرف لام. بالماضي البسيط كان قم شاوقلا، تتذكرون الشكل الثاني قم شاوقلا، فأيضا في هذا يكون قم شاوق والا، ندخل هالوا بين الضمير المفعول به وبين الفعل، قم شاوق ولن، في البسيط قم شاوقلا، الفرق هو هذا. قم باخل ولخ، يعني سامحك أو غفر لك، فقم باخل والخ من الماضي البسيط تكون قم باخلخ.
وبما أنه هذا شوف مفتوح الأول فعلو الميمي بتاعه المصدر الميمي، بالميمي يكون قم باخل والخ. شو الفرق؟ نبدأ ندخل ميم، هذه طبعا المصدر الميمي قاعدة قلناها بوقتها، ندخل الميم هذه الساكنة ونغير الفتحة إلى فتحة قصيرة إلى طويلة لتجنب التجديد، لأن هنا لازم نقرأ قم بخل والخ بخل والخ قم بخل والخ، وهنا نقول قم باخل والخ بدون تجديد، تطويل الباء باخل والخ. اوكي هذه راح نجي أعطونا لماذا يستعمل هذا الماضي؟ هذا الماضي للتحدث عن حدث صار في الماضي في زمن الماضي أيضا. أيوة. نقول مثلا تعرف أنت أنه هو يعني أو المعلم أو أبوك أو هاي غفر لك. قد غفر لك يعني التأكيد، قد غفر قم باخل والخ قد غفر. أيوة 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 أيوة. الماضي التام دعوة مقدمة past perfect مقدمة تام بالعربي نسميه، يشير إلى فعل حدث في وقت غير محدد من الزمن الماضي، ويصاغ من اسم المفعول مو من الجذر، من اسم المفعول مضافا إليه فعل الكينونة إيله مصرفا في زمن الحاضر، يعني أنا إيون أت إيوتها وإيله أخذا إيوه. أيوة كما ترى في الأمثلة الآتية. أخذنا مثال على ثلاثي السالم نفسه كاتو يكتب، والثلاثي المعتل هاوي يصير، والرباعي همزم لأنه نفس الشيء المعتل فما أخذت المعتل هون، همزم يتكلم. فيكون كتيوة ون. الاسم المفعول من كاتو هو كتيوة، هذه أخذناها بالاسم المفعول، اشتقاق اسم المفعول من جذر الفعل، كاتو يصير كتيوة، وهذه ظهر طبعا بالقرآن كثير مرات. هذه الصيغة هذه كتيوة يعني هو اسم المفعول والصياغة السريانية، لأنه بالعربي لو صيغة بالعربية يقول مكتوب تصير. أيوة مو كتيب مكتوب. أيوة كتيوة. أيوة كتيوة ون. كاتب أنا قد كتبت، يعني لو نترجمها حرفيا يكون كاتب أنا. أيوة كاتب كتيوة ون. أيوة كتيوة ون المؤنث أنا مؤنث. ليش؟ لأنه راح يكون اسم هذا الفعل كينونة إيله verb to be مصرف على الأسماء، على الفاعل، على الأشخاص الستة في الزمن الحاضر. فالزمن الحاضر إيله أنا إيون، أنا مؤنثة إيون، أنت إيوت. تمام؟ شفناه بالبداية. ليش أنا كتبت هذا التصريف هذا الفعل؟ قلت لأنه مهم، راح يدخل في كل مستعملة في كثير من التصاريف الأفعال الأخرى كفعل مساعد. هذا بالضبط مثل اللغات الغربية عندها فعل مساعد يستعمل auxiliary verb. أوكي كتي وأنت أنتي إيوت، هو إيله هي إيلا، نحن إيوخ أنتم إيتون آني إينا. فكتي ون كتو تيوان. ليش صار كتو تيوان؟ لأن يعني اسم مفعول للمؤنث، اسم المفعول كما اسم الفاعل. قلنا لما سوينا اشتقاقاتهم أنه يعامل معاملة الصفة بالتذكير والتأنيث والجمع والإفراد. تمام؟ والإفراد والجمع. فكتيوة تصير كتوتا عندما البنت تتكلم مؤنث، كتوتا ون كتوتا ون. تمام؟ الولد يقول كتيوة ون كتوتا ون. كاتبة أنا. كتيوة وت كاتب أنت. كتوتا وت كاتبة أنت. طبعا بالعربي شوف هذا هو الاسم المفعول بالسرياني، لكن بالعربي يكتب هيك ولكن عنده معنى الفاعل. هذا مرة أستاذنا كان
نوه على هالشيء هذا في إحدى الحلقات اللي كنا نسويها. قال اسم مفعول ولكن اسم الفاعل ولكن على صيغة اسم المفعول السرياني. فبالعربي ما نقدر نقول مكتوب أنا، لا، أقول كاتب أنا. ايوه يعني بدك يصير مبني المجهول بعدين. كتيوة له كاتب هو، يعني قد كتب هو، انتهى، كاتب وخلص، يعني هذا نسميه تم يعني. كتيوة وخ كاتبون نحن. كتيوة كاتبوت أنتم كاتبون. كتيوة كاتبون هم. شوف كتيوة صارت كتيوة، ليش؟ لأن جمع، قلنا هذا يعني مثل الصفة يكون مفرد وجمع نفس الشيء، نفس القواعد اللي تطبق على الصفة تطبق عليه. فكتيوة بما أنه نحن كثيرين فكتيوة بدل كتيوة. كتيوة وخ إيوخ، كتيوة إيوخ، لكننا ندمغها نقول كتيوة وخ. كتيوة تن، كتيوة نا. أوكي. وأما بالنسبة ها ويصير كفعل معتل ثلاثي معتل ففي سرهوية، لأنه اسم المفعول لهاوه هو وية ون، ويتا ون، ويا وت، ويتا وت، ويا ويتلا، ويا وخ، وياتن، ويانا. حتى تشوف الهاء انه ما تطلع دائما هيك واضحه قويه، يعني ويا ويا. اوكي. فنجي على الرباعي همزم يتكلم. همزمة يصير همزة، يصير همزمة. هذا هو الاسم المفعول للفعل هذا، أخذناه في وقته مثل ما قلت لك. همزم يصير همزم يكون همزمة. همزمة ون، فنفس ون هذه وين هذا الفيرب تو بي، اسم الفعل الكينونة كمساعد، نفس الشيء يكون في حسب الأشخاص نفسه، فنفسه هو لكل الأشخاص في كل الأفعال الشخص المساوي لنفس الشخص يعني. همزمة أنا متكلم، أنا قد تكلمت يعني. همزمتون أنا امرأة قد تكلمت. همزمود متكلم أنت، يعني قد تكلمت يعني أنت. همزمتوت متكلمة أنت. همزملة متكلم هو. همزمتلا متكلمة هي. همزمة وخ متكلمون نحن، تكلمنا نحن. همزمة تكلمتم أنتم. همزمة نتكلم هم. وهذا أيضا له أيضا الشكل الآخر في حالة أنه يكون إذا كان متعدي فقط، إذا كان الفاعل المفعول به هو ضمير متصل فيكون صاغ من اسم المفعول طبعا لأن نفس الزمن هو بحذف ألف أو ألف، بحذف ألف الأخير ووضع الضمير الشخصي المتصل مكانه، وفعل الكينونة إلى مصرف في زمن الحاضر. يعني هون كان اسم المفعول هو كتيوة، فشو نسوي؟ الألف هاي نشيلها، تمام؟ قلنا حذف الألف الأخيرة هذه، ووضع الضمير الشخصي المتصل إذا هو إينا، ضمير الشخصي المتصل مكانه، وفعل كينونة إلى مصرفا في الزمن الحاضر. يعني إذا أخذنا خازي يرى، فأنا خزيوخ إيون. خزيوخ إيون. خزيا هي من خازي، هو اسم المفعول هو خزيا، فنشيل الأليف خزيا ونضيف نضيف الضمير الشخصي، هذا الضمير الشخصي. فالضمير الشخصي نحن شفنا أنه كل شخص الضمير الشخصي بتاعه يجعل الحرف اللي قبله يأخذ
حركة معينة، فالشخص الأول يأخذ حركة ضمة خزيخ، فخزيخ بصير إيون. إيون هذا هو إيله الكينونة مصرف على الشخص في الحاضر أنا إيون، فأنا خزيخ إيون. آشور خزيانيله، آشور خزيان، خزيان يعني لنا، رآنا. آشور رائينا هو، يعني رآنا هو معنى خزيان إيله. آني هم بخلان إينا، هم غفروا لنا أو سامحونا، بخلان إينا. أنا رأيتك، آشور أنا، هم سامحونا. أوكي. اللوح هذا راح يكون الشكلين واضح أيضا، خطيت بالنسبة لهذا الماضي. والفعل نفسه شويقة يعني ترك، أخذنا هاي شويقة. شويقة اللخ، هاي الصيغة الأولى، شويقة اللخ، هذا اللغة المفعول به بهالصيغة يكون. ولكن الشكل الثاني يكون بصيغة أخرى، شويقخ إيون، تاركك أنا، تاركك أنا. شويقة اللغة تركت لك، لكن شويقخ إيون تركتك يعني، بس هو حرفيا شويقخ تاركك أنا حرفيا، ولكن معنى المقابل بالعربي تركتك، تاركك معنى تركتك بالماضي. أنا تاركك يعني من زمان، أنا تاركك منتهي منك. تمام. أوكي. شويقة اللخ تارك لك، يصير شويقخ، يكون اللخ، اللخ هذه للمذكر، اللخ للمؤنث. شويقخ شويقخ إيون، تارككي من زمان، تاركك يعني. شويقة إلا تارك له، تاركه، شويقه هذه هاء وضمير الشخص الثالث المذكر، مثل ما هي خي هي للشخص المخاطب المؤنث، وأخ هي للشخص المخاطب المذكر، وهذه هي هو يعني. شويقه إيون، تاركه أنا، تاركه. ممكن حرفيا نقول تاركه صرت، تاركه أصير، لا أصير هذه لأنه بالحاضر هذا تاركه أصير، لكن طبعا بالعربي مضحك يصير، لأنه واحد لازم لا يترجم حرفيا، إنما يترجم كل لغة يحطها في سياق اللغة، في صياغ اللغة، صيغة اللغة نفسها يعطي المعنى الحقيقي. فهنا أنا نترجمها شويقه إيون يعني تاركه، أنا تاركه. شويقة إلا تارك أنا لها. شويقة هذه مع نقطة كبيرة ومع فتحة طويلة قبلها، هنا مع هذه هو فتحة كسرة طويلة قبلها. قمش شويقة إيون، شويقة إيون تاركها أنا يعني تاركها أصير، يعني أنا اليوم هسه أصير تاركها، يعني تاركها من زمان. أيوة. شويقة اللوخن تارك لكم. شويقوخن تارككم، صاير أني تارككم، صاير تارككم. شويقة اللي تارك لهم. شويقي إيون، شويقي إيون تاركهم، صاير تاركهم. أيوة. أما إذا كان الفاعل هو الشخص المتكلم المفرد المؤنث، هذا كان المتكلم المذكر، المتكلم المؤنث شقت، فهي شقت، أنا تاركة، أنا تاركة، أنا تارك، أنا تاركة.
فشوقتيون تاركة أنا لكم. فالصيغة الثانية تكون شوقتوخ تاركتك صايرة، تاركتك صايرة يعني صايرة تاركتك يعني بنت. شوقتوخ إيوان، بس معنويا تاركتك، أنا تاركتك بالعراقي، تاركتك يعني قد تركتك من زمان. شوقتيون إلخ، هذه الصيغة الأولى، تاركة أنا لك. الصيغة الثانية شوقتخ لك، شوقتيون إلخ تاركة لك، العفو مو لك فوق إلخ، فيكون شوقتخ إيون تاركتك صايرة يعني. شوقتيون إله تاركة أنا له، كنت شوقته إيوان، نفس هذا شوقته إيوان، نفس إيوان هاي نخليها هون. شوقته إيوان نفس الشيء، ونفس الشيء هون. أيوة أوكي شوقته إيوان. فهذه حقيقة لما واحد آشوري يحكي عربي ما يعرف زين عربي كثير مرات يغلط، يقول أنا صاير تاركه يعني يترجمها حرفيا للعربي فطبعا غلط، تكون مضحكة بالعربي، بس هي معناه تاركت، أنا تركتها، صاير تاركتها. أوكي. شوقتيون اللوخن تاركة لكم، شوقتوخن إيوان أنا تاركتكم صاير تاركتكم يعني. شوقتيون اللي تاركة لهم، شوقتي إيوان تاركتهم صايرة، أنا تاركتهم تاركة لهم من زمان يعني تركتهم من زمان. عند كون الفاعل هو الشخص المخاطب المفرد المذكر، المخاطب هاي كان الشخص المتكلم سواء المذكر أو المؤنث، هون المخاطب المذكر، نشوف المفرد يعني شوي قاوت. أبونا فقط الشخص هذا السين نسويها شين. صح صحيح أيوة. الفاعل هو الشخص المخاطب المفرد المذكر. شوي قاوت المفرد المذكر المخاطب هو أنت، شوي قاوت اللي يعني أنا أقول لك تركتني، أنت تارك لي، تاركني يعني تمام. شوي قاوت اللي أنت تاركني، تارك لي، تارك علي. شوي قاوت إله تمام. ولكن الصيغة الثانية هي أحلى طبعا، شوي قاوت اللي تارك أنت لي، وشويقي إيوت، شويقي إيوت شو يصير هذا؟ إي هو بدل اللي هو هذا، هل إي هذه جدي هون تارك أنت إي شويقي إيوت تارك أنت إي لي، تارك أنتني، تاركني أنت يعني تاركني صاير أنت تاركني. فنفس الشيء إيوت هو ما كاتبها لأنه هاي كان شويقة أوكي. شويقة ود اللي شويقي إيود، شويقي ود، شويقة ود اللي تارك أنت له، شويقة إيود، هاي إيود
طبعا تتكرر مع كل هون، ما أعرف ليش ناسيها لأنه نفسها جاي حتى بعدين أسويها يقولون نفس أوكي. حتى العملية أيضا كأنه كدكتب يعني يكونها مساعدة للمشاهد حتى يعرف شلون واحد يعمل هذه شلون يصيغها. فشويقة وإلا تارك أنت لها، شويقة إيوت تاركها أنت، تاركها صاير تاركها، شويقة يعني تاركها أنت تاركها شويقة وإلا تارك أنت لنا، شويقا إيوت تاركنا أنت صرت، تاركنا صاير يعني تاركنا أنت. شويقة وتقلي تارك أنت لهم، شويقة إيوت تاركهم أنت، أو صاير أنت تاركهم يعني تاركهم أنت من زمان تاركهم. عندما فاعل يكون الشخص المخاطب المفرد المؤنث، هذا مفرد المذكر كان مخاطب مفرد المذكر، فطبعا أول شيء الاسم المفعول يكون بصيغة المؤنث شوقته، بدل شويقة تصير شوقته، انت المؤنث شويقة هو شوقته إيوت، وإيوت يصير إيوت مع الفتحة هون والياء هذه الزائدة اللي تعني المؤنث، تشير المؤنث، هو الفعل كينونة للمخاطب المؤنث. إيون إيوت إيوت أنتي كنتي. شوقتاوت اللي تاركة أنتي لي، شوقتي إيوت تاركة تركتيني أنتي، يعني لو نترجمها إلى العربي تاركة أنتي لي، أو صايرة تاركتني صايرة. كثير ما تتذكر كانوا الأولاد أشوري يقول تاركتني أنت صاير تاركتني، يترجموها حرفيا هذه للعربي، فطبعا تطلع مضحكة. أوكي. شوقتاوت اللي تاركة أنت له، شوقته وت، فهذه الوت أيضا نفس الشيء نخليها هون، هذا ما عندي وقت أسويها. شوقته وت إلا تاركة أنت لها، شوقته إيوت، الإيوت هوني تتكرر. أوكي. شوقته وت إلا تاركة أنت لنا، شوقتا إيوت تاركة صايرة إلنا، تاركتنا صايرة. شوقته وت اللي تاركة أنت لهم، شوقتي إيوت تاركتهم صايرة أنت، تاركتهم صايرة، أنا تاركتهم أنت تاركتهم. أوكي. هذه كان فاعل الغائب، إذا هذا له المخاطب، كان المفرد الغائب المخاطب سواء المذكر أو المؤنث. هنا الغائب المفرد المذكر، إذا كان هو الفاعل، هو اللي يتكلم، هو اللي يفعل الفعل يعني. ولو أنا دا أتكلم وأنت تتكلم تقول له، بس هو اللي يفعل الفعل، هو اللي دا يترك، مو أنا دا أترك، هو يترك إلي، أنا المفعول به هو الفاعل. تمام. شوي قال اللي تاركني هو، تاركني أو تارك هو لي حرفيا، بس تاركني هو. شوي قيل تارك لي صاير، تاركني صاير، إذا هيك يعني حرفيا، ولكن طبعا تاركني هو تاركني. شوي قال اللخ تارك هو تارك هو لك، اللخ لك. شوي قخ إيله تاركك صاير، هو يعني هو تاركك صاير هو. شوي قال اللخ تارك هو لك، شوي قخ إيله تاركك صاير هو. شوي قال إله
تارك هو له، شويقه إيله نفسه اللي تتكرر هون. شويقه إلا تارك هو لها، شويقه إيله نفسها تتكرر هذه. ما أعرف ليش ناسيها، بدل من دا يجي كل ما عملهم جزء ما عملهم مثل ما يقولون كوبي وبيست، فهوني تعرف. شويقه إلا تارك هو لها، تاركها صاير، شويقه إيله هذه إيله. شويقه إلا تارك هو لنا، شويقا إيله تاركنا صاير هو. شويقه اللوخن تارك صاير لكم، شويقوخن إيله تارككم صاير هو، تارككم هو. شويقه اللي تارك هو لهم، شويقيه إيله تاركهم صاير أو هو. أما إذا كان الشخص الغائب المفرد مؤنث، هذا مؤنث مذكر كان الغائب، شويقة. والمؤنث طبعا شويقة يصير شوقته كما رأينا، لأنه اسم المفعول شويقة مذكر، مؤنثه هو شوقته. شوقته له إيله ليس له، أنا إيون أتيوت أو إيله هاي إيله، هي إيله، هي تكون يعني، أو هي صايرة، أو هي تصير، العفو المحاضر تصير، أنا أصير هي تصير. شوقتلا اللي تاركة تصير لي، تاركة تصير لي هذا حرفيا، أما هي تاركة لي. شوقتي إلى تاركتني صايرة، صايرة تاركتني. مرات أكو قسم من العراقيين يستعملوها، تاركتني صايرة، صايرة تاركتني من زمان، صايرة ناسيتني. شوقت لا اللخ تاركة صايرة لك، شوقت غيلة تاركتك صايرة. شوقت لا اللخ تاركة صايرة لك، شوقتخ إيلة تاركتك صايرة. شوقت لا إلا تاركة صايرة له، شوقته إلى تاركته صائرة. شوقت لا إلا تاركة صايرة لها، شوقت إلى تاركتها صايرة. شوقت لا إلا تاركة هي أو صايرة لنا، شوقتا إلى تاركتنا صايرة. شوقت لا اللوقن تاركة صايرة هي أو صايرة لكم اللوقن، شوقتوخن إلى تاركتكم صايرة. شوقت لا اللي تاركة صايرة لهم، شوقتي اللي هذه هو هذا الضمير، هذا هو اللام، وهذه أوكي اللي، فشوقتي إلى تاركتهم صايرة. أما إذا كان الجمع المتكلم سواء مذكر ما نفس الشيء، هو ما في فرق بيناتهم، فجمع الشويقة هي شويقة، جمع الاسم المفعول شويقة مذكر المفرد جمعه هو شويقة، تمام. قلنا هاي لما جمع الاعتيادي أو السالم المذكر للواحد شويقة يكون شويقة، إيلانة تمام، طاوة. فدائما يكون بدل الفتحة طويلة الكسرة طويلة، شويقة. فشويقة وخ، نحن ما زال نحن جمع، فلازم نحط المفعول في صيغة الجمع. شويقة وخ تاركونا نحن، أو تاركونا صايرين اللخ لك، صايرين تاركين لك. شويق خيوخ تاركوك صايرين نحن.
شويقة وخ إلخ تاركون صايرين إلكي لكي. شويقة خيوخ تاركوكي صايرين. شويقة وخ إله تاركون صايرين له. شويقة إيوخ أيضا نفس إيوخ هوني. أوكي. شويقة وخ إلا تاركون صايرين لها. شويقة إيوخ تاركوها صايرين أو نحن. شويقة وخ اللوخن تاركون صايرين لكم أو تاركون لكم. شويقوخن إيوخ تاركوكم صايرين. شويقة وخ اللي تاركون صايرين لهم. شويقي إيوخ تاركوهم صايرين. أما إذا كان المخاطب الجمع سواء مفرد مذكر نفس الشيء، فشويقة أيضا نفس شويقة لأنه جمع هو اسم مفعول في حال الجمع. شويقة إيتن هذا هو الفعل الكينونة في الزمن الحاضر للشخص المخاطب الجمع. أنتم أختن إيتن هذه أنتم تكونون. شويقة أنتم تصيرون. أنتم تاركون تصيرون له. لي تاركون تصيرون لي قبل أنا لي. فالصيغة الثانية شويقي تاركوني إيتن. شويقي إيتن يعني تاركوني صايرين تصيرون عفوا تصيرون أنتم. شويقي إيتن تاركيني تصيرون تاركين. شويقة إلا تاركون صايرين إلو. شويقة إيتن تاركوه صايرين إيتن. شويقة إلا تاركون صايرين لها. شويقة إيتن تاركوها صايرين وتاركون صايرين لها إنما تاركوها صايرين. شويقة إلا تاركون صايرين لنا إلن. شويقا إيتن تاركون صايرين. شويقة اللي تاركون صايرين لهم. شويقي إيتن تاركوهم صايرين تاركوهم يعني تاركوهم أنتم من زمان. أما إذا كان فاعل الشخص الغائب الجمع ذكر عندنا نفس الشيء. فشويقة نفس شويقة اسم المفعول زائدا فعل الكينونة مصرف في الحاضر مصرف للشخص الأول للجمع هو الشخص الثالث الجمع أو الغائب الجمع هو إينا. إيتن أنتم إينا آني. شويقة شويقنا اللي تاركون هم لي. فشويقنا تاركوني هم تاركوني صايرين هم صايرين. شويقنا اللغ تاركون صايرين لك. شويقغينا تاركوك صايرين شويقنا اللخ تاركون صايرين لك. شويقغينا تاركوكي صايرين. شويقنا إلا تاركون صايرين له. شويقه إينا تاركوه صايرين. شويقنا إلا تاركون صايرين لها. شويقه تاركوها صايرين إينا. هنحط هذه نفس الشيء. شويقنا إلا تاركون صايرين لنا. شويقا إينا تاركونا هم أو صايرين. شويقنا اللوخن تاركون صايرين لكم. شويقوخن إينا تاركوكم هم أو صايرين هم. شويقنا اللي
تاركون صائرين لهم شفيقيين تاركوهم صائرين هم. أوكي، فهذه هي الصيغة الأولى والثانية لهذا الزمن الماضي التام. فعندنا ماضي السادس أو الأخير هو الماضي البعيد. ما أعرف إذا صارت ساعة وقت. ايه صارت ساعة. تمام. أيوة. تمام. فخليها هسه نكمل في الحلقة القادمة. دقيقتين. أشكر المشاهدين وأرجوكم في صدى، مش عارف ليه. سكر عندك الميكروفون أبونا. سكر عندك الميكروفون. أيوة، خلي أعمل هذه دقيقة بس. أيوة، خلي أسكر المايكرو دقيقة بس أسكر. أيوة أنا أشكر المشاهدين وأرجوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. شكرا أبونا شمعون، نلتقي في الحلقة القادمة لنكمل الأفعال.